أهلا. ده فيديو جديد، والصراحة حابب التيشيرت الأسمر ده في التصوير، يعني حاسه كده مبين الدنيا وموضح الدنيا على عكس الهدوم التانية. فيعني ده جدوم، يعني الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو ليه بربط كل حاجة بالدين، وليه لازم الدين يكون معانا في كل حاجة في حياتنا. باختصار باختصار شديد جدا، لأن احنا مسلمين. بس هو احنا مسلمين مؤمنين بالله وربنا هو اللي منزل لنا الكتاب من عنده، فهو أدرى بينا. فعشان كده احنا لازم نعتمد وندخل الدين في كل حاجة في حياتنا، لأن أنت مسلم في الأول وفي الآخر هتتحاسب. ومسلم دي يندرج تحتها معظم الديانات، لأن هو معظم الديانات اللي نزلت من عند ربنا هي نزلت إسلام، إن الدين عند الله الإسلام بس. فمش معنى الإسلام اللي هو الإسلام إن أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الإسلام في حاجات تانية وداخل في أديان تانية، يعني اليهودية والنصرانية تبع الإسلام بس. فدي الفكرة. حد بينادي؟ لا. فالمهم، يعني من غير كلام كتير، يا رب الصوت ما يطلع في الفيديو يا رب. بس أتمنى ما يكونش حاجة وحشة يعني، وأنا آسف على القطع في النص دي. أما الجواب المفصل كما يقول في برنامج بريد الإسلام، هو إن الغرب عنده أجندة وعنده معتقدات وعنده مبادئ بيحاول يحشرها لك في كل حاجة، سواء بالسوفت بالقوى الناعمة زي الإعلام زي الألعاب زي الفيديوز زي حاجات كتير جدا، أو من خلالها صريحة يعني. بس فأنت لازم يكون عندك حائط منع، حاجة تستند إليها في حاجة بتستند إليها في الناحية. معلش بس، يعني لازم يكون حائط صد معاك، حاجة مانعة تصد عنك الهجمات دي، أو ما تخليش تأثيرها يوصل لك تأثير كامل. زي بالظبط طبقة الأتموسفير أو الغلاف الجوي، اللي هي طبقة الأوزون، اللي هي بتحجب عنا جزء كبير من الأشعة الضارة، وحتى اللي بتعدي منها ما بتكونش بالتأثير الكافي على جسمنا، فعشان كده ربنا خلقها. وبعدين ده جزء من الإجابة. تاني جزء إن ربنا هو اللي منزل الكتاب ده وهو اللي خلق البشر، فأكيد اللي خلق البشر هو عارف إيه أحوالهم وأدرى بيهم، وعارف إيه اللي هينفعهم وإيه اللي مش هينفعهم. إلا لو كان كده يعني بالظبط زي اللي صنع عربية، أو اللي جاب لك عربية من مصنع، أو اللي جاب لك موبايل جديد. تلاقي فيه كتالوج كده، إحنا كمصريين ما بنقراهوش أنا عارف، بس الكتالوج ده فيه كل حاجة تخص الموبايل أو تخص العربية، اللي هو ازاي تتعامل معاها، ازاي ما تغير لها زيت منين، تغير لها نوع ايه، تركب لها ايه، تركبش ايه، تعمل ايه. بس هي دي. هو اللي صنعها هو أدرى بالحاجة اللي هو صنعها، فربنا هو اللي صنعها، هو اللي نزل لك الكتالوج بتاعك، هو اللي نزل لك القرآن وأخبرك عن تفسير القرآن على لسان النبي اللي هو السنة. فهي دي الجواب يعتبر الفيديو كله متلخص في ده يعني. بس يعني انا مش حاسس ان انا هجيب حاجة تانية. وبرضو هي حتة ان الغرب بيحاربك باجندته، بيحاربك بمعتقداته وفكره هو. انت لازم أن يكون عندك حائط منع، حاجة تخلي عندك رواسب. انت لازم تتفقه في الدين وتدور لكل حاجة في الدين، والدين بتاعنا بيقول لك ايه في الحكاية دي. هل بيقول لك ان هي حلال حرام مباح غير مباح مكروه مستحب؟ هو بيقول لك ايه؟ لازم تكون عارف دينك بيأمر بالحته دي. هل بيأمرك بحاجه معينه هنا ناخد بالنا منها، ولا حاجه هنا لا تانية لا، ولا. فانت لازم تكون واخد بالك قوي وواعي بدينك. ما ينفعش انت في حاله دلوقتي، يعني هو كله عايز يبعدك عنه، لان هو عارف ان انت ساعه ما ترجع هتتمكن، لان ده بيأمرك بالعلم والعمل. هو مش عايزك تبعد عن العلم والعمل الاتنين دول، لأن الباور از نوليدج. يعني وزي ما بنتعامل دلوقتي في هندسة في قسم اتصالات، إن المعلومات والداتا مهمة جدا،
وكل داتا لازم تحصل عليها، لازم تبقى تحفظها وتتعامل معاها، والذكاء الاصطناعي ازاي بيتعامل معاها والداتا والكلام ده كله. وزي ما كنا بنتعامل في اعلام برضو، ان المعلومة مهمة حتى لو كانت انت شايف انها ملهاش لازمة، لا هي مهمة، هي بتساوي فلوس. في حد عايز يشتري المعلومة دي بفلوس، هيدفع فيها فلوس كتير. تمام. فالعلم مهم، العلم بتاعك مهم ليك مبدئيا عشان تترفع، وبعد كده مهم للعالم كله لان تنفع العالم كله. وزي ما كانوا بيتكلموا او زي ما كان تقريبا الدكتور حازم شومان او مش فاكر مين، كان بيقول لك الغرب ما كانش دولة 300 سنة اللي فاتوا ما كانش نحل نفسه في العلم لولا انه عارف ان العلم ده هيجيب له قوة. احنا لما كنا سايدين العالم في ايام العصر الذهبي للاسلام، احنا كنا بنعمل وبنرحم نفسنا في العلم ده وبنجيب اخره وبننشره للعالم مجاني. بس بننشره للعالم بطريقة مجانية ومتاح للجميع، وبننشره للعالم لا نبتغي من وراه شيء، لأن ده ديننا بيأمرنا بيه، بيأمرنا بالعدل والإنصاف. فلازم تبقى ركز في دينك أو عارف دينك ومجتهد وتسعى ليه، ولازم تدور هل الحاجة دي في دينك نظامها إيه، حكمها إيه. مينفعش تطلع تتكلم في حاجة في دينك يعني، ولازم تدور في دينك. الحاجات دي هترجع على أصلها، هتلاقي لها أصل في العربية، لأن معظم العلوم اللي هم خدوها هم ترجموا الكتب العربية وبنوا عليها. يعني مثلا من الحاجات اللي احنا شغالين فيها في هندسة بنعتمد عليها جدا في هندسة الاتصالات خصوصا، هي الالجوريزم هي أو الخوارزميات. هي جاية من محمد بن موسى الخوارزمي، هو عالم الرياضيات اللي اخترع معادلات اللي بنى أسس علم الرياضيات. فهي دي الفكرة، إن هي حاجة دلوقتي متقدمة وبنستخدمها في كل حاجة في حياتنا. يمكن الفيديو ده أما يجي يظهر لك هيظهر لك بناء على ترجيح خوارزمية معينة، عارف إن أنت مهتم بالكاتيجوري دي أو بالجزئية دي فهيرشحه لك، فهو مبني هنا عندك. فهي دي الفكرة، هي الألجوريثم هي خطوات حل المشكلة، وهي دي الفكرة بتاعتك إن هي منتسبة لمحمد بن يوسف الخوارزمي. لازم تكون عندك قاعدة صلبة تحتكم ليها وتعرف هل الحاجة دي حرام ولا حلال ولا حكمها ايه في دينك، لأن متبقاش رقيق وسهل إن معظم الكلام اللي هم بيقولوه أو بيعملوه هم يبتغوا من وراءه فلوس. يعني مثلا زي ما كنا اتكلمنا في نقطة تعلم كيف اللي هو ملخص كتاب السكات الجزء الأول. فإن أنت كنا بنتكلم في جزء النية، اللي هي إن النية لازم تستحضر النية في أول حاجة ساعة ما تيجي تتعلم، وإن تكون نيتك دي للدار الآخرة. تمام. فهم هناك هو مش فارض النية دي، هو هناك هو بيتعامل على إن فارض النية إن أنت بتشتغل تقوي نفسك معلوماتا فتكسب فلوس أكتر. هي دي نيته، هي دي حاجته. فهي نيته زي ما بنقول كده، هو بص تحت رجليه مش بص قدام يعني. تمام. ف يعني هو احنا النية عندنا بنتأمر ان احنا لا، هو دايما نخلي الآخرة هي همنا، لأن الدنيا بالنسبة لنا جزء صغير مقابل المال النهاية يعني. والمال النهاية ده شيء صعب تعمله يعني. حتى الأجهزة الكمبيوتر الخارقة هي ما بتقدرش تحسبها، هي بتديك undefined غير معرف يعني، هو مش عارف يوصل له. يمكن تمثيل بسيط جدا ومخل، أنا عارف بالرياضيات وكل حاجة. يمكن نقطة المية اللي على إيدي، مش عارف باينة ولا إيه في الكاميرا، اللي نزلت دي مقارنة بالمحيط، هي دي الدنيا مقارنة بالمحيط، مع إن المحيط برضه قصاد المياه نهاية صغير. أو نقطة الماء اللي نزلت مقارنة بعدد ذرات المحيط وبعدد ذرات الكون، يعني هي دي حياتك مقارنة بالآخرة. فأنت ليه تخلي نفسك في النار؟ ليه لازم تاخد
بالك. ودلوقتي هما بيستخدموا السوفت، القوى الناعمة زي الإعلام، من أول التلفزيون للقاءات التلفزيون، من أول التلفزيون لنتفليكس، لل- للمنصات بتاعتهم، للجيم، لكل حاجة في الحياة. حاجات بسيطة جدا انت ممكن ما تاخدش بالك منها عادي، لا تعدي عليك كده يعني بسيط. احنا مش عامل فيه واكنك هو، لكن هو لا، هو عايز يدخلها لك بس بطريقة بسيطة مبسطة. يعني للأسف أنا معيش هنا ورقة وقلم، كنت هرسم حاجة كده. وتقريبا كان الفيديو ده محمود الإسماعيلي اتكلم عنه، مش فاكر كان فيديو اسمه شباك إيه، أو الظاهرة دي اسمها شباك إيه، كنا بندرسها في إعلام. وهي باختصار يعني فلنفرض إن في خط هنا كده، تمام، أنت في نص الخط ده، على اليمين هنا تطرف وعلى الشمال هنا تطرف. فهو بيحاول يجيب تطرف الناحية دي، تطرف الناحية دي أو الناحية دي. يعني هو مثلا هنا تطرف في الدين، هنا تطرف في الأخلاقي، فهو بيمسك لك في التطرف ده. فأنت واقف هنا، فأنت تستهجنه، بس أنت في نفس الوقت جيت له شوية، فجيت لهنا، بس أنت وصلت للحتة اللي هو عايزك توصلها، بس خلاص شكرا. هو أنت وصلت للحتة اللي هو عايز هي دي برضه نفس الفكرة، هي نفس فكرة الإرهاب عندنا يعني. هي نفس الفكرة هناك، إن هم برضه إرهابيين في التطرف الانحلال، عشان يوصلك للنقطة اللي هو عايز يوصل لها، وأنت فاكر إن أنت ما وصلتش للنقطة اللي هو عايز يوصل لها. هو بالظبط لعب معاك مثلا، بص على العصفورة وعمل اللي هو عايزه، بس هو قال لك بص في حتة، وهو خد حتة راح في حتة تانية. هي دي الفكرة. فأنت لازم تكون واعي وفاهم أنت مين، تعمل ايه، ومهمتك في الحياة ايه. ودايما افتكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بس هي دي مهمتك في الحياة. انت جاي هنا عبد لله الذي خلقك، بس انت جاي هنا تعبده عشان تروح هناك تفوز بنعيمه وبرضاه، مش أكتر. ودايما افتكر إن الآخرة تكون همك، عشان ربنا يجمع لك شملك ويغنيك. ولا تجعل الدنيا همك، لكي لا يجعل الله لا يشتت الله شملك ويجعل فقرك بين عينيك. وأنا قلت معنى الحديث لأني مش فاكر نص الحديث، وأتمنى إن المعنى يكون وصل، وأتمنى إن الرسالة تكون وصلت بتاعت الفيديو ده، بالرغم إن هو قصير مش متحضر له. يعني إيه، هو أنا عايز أصوره بقالي كتير ومكسل، بس طبعا فيديو السبت الجاي هو مفيش فيديوهات متصورة وجاهزة، فدي من الفيديوهات القليلة اللي هتتصور وتنزل وبس. يعني وحاجة بسيطة يعني، لو انت مش شايف ان حتة تمسكك بدينك دي فيها مشكلة، فبص هما بيعملوا ايه في اخواتك عشان هما متمسكين بدينهم وبيدافعوا عن دينهم، وبص هما مطلعينهم ازاي، وشوف هل دينك يستحق ولا لأ. هل هما الدين بالنسبة لهم ده شيء عادي، فعادي بيموتوا عادي يقول لك شهداء، ولا لأ. يعني بص كده وفكر وشوف، هل ممكن يبقى الدين هو مرجعيتك وهو أساسك، ولا عادي ممكن تبقى تكتسب مرجعيتك من حتة تانية. يعني هو ودي فكرة فلسفية بحتة، أنا ما قدمتش أي دليل من القرآن والسنة يعني في الفيديو أو في صلب الموضوع، بس أنا ما قدمتش أي دليل. وأنا جاي أناقشك بالعقل، جاي أقول لك إن هو حابب يفرض أجندته وأيديولوجياته، فهمه، معاييره عليك. هل أنت بقى عندك فكرك وأيديولوجياتك ومعاييرك اللي تقدر تصد ده، ولا هتاخدها تستنسخها عندك وتبقى مسخ ملكش أي لازمة في الحياة؟ مش عارف أنت مين، ودايما تايه مش عارف هل أنت إنسان عربي مسلم موحد لله عبد الله، أم إنك مستعرب. مش ومستعرب هنا ما أقصدش إنك بتتحدث العربية، لا خالص. هو مستعرب هنا كفكريا،
انت بتحاول تكون عربي بس فكر غربي، وده ما ينفعش. لان هو الغرب هو ما عندوش منظومة فكرية تنفعنا كمسلمين. اي نعم هم اقوياء في العلم وده شيء يشهد لهم، واحنا ضعفاء فيه جدا، بس ما ينفعش الحتة دي. يعني هو انت لازم تاخد الحاجة اللي تنفعك وتسيب اللي ما ينفعكش. زي بالظبط لما بتروح تنقي طماطم او خيار او اي حاجة او خضرة عموما او فاكهة، تاخد الحاجة اللي تنفعك السليمة النضيفة، تبعد عن الحاجة اللي ما تنفعكش. فالدين هو بالنسبة لك هتكون الفلتر والمصفى، يطلع لك الحاجة اللي تستحق تاخدها وينفع تاخدها، ويسيب الحاجة اللي ما ينفعش تاخدها. وعشان كده تلاقيني في فيديوهات تعلم ان اللي هو كيف كان يتعلم الصحابة، وانا قاصد اسميها السلسلة كده، وقاصد اتكلم في الفيديوهات دي واجيب الحديث ده. يعني هو انا قاصد او المقولة دي لعبد الله بن مسعود، لان هو اساسي ومرجعيتي هي الدين الاسلامي بس. واي حاجة هتنزل على القناة مربوطة بالدين الاسلامي فانا قاصدها، وقاصد ان الدين الاسلامي يكون هو مرجعيتي وهو الحكم ليه، لان ربنا هو اللي خلقني وهو الاعلم بايه الصالح ليه وايه الطالح، واخبر نبيه بالصالح للامه دي والطالح ليها. فلازم اتبعهم لان هو اللي خلقني وهو الاعلم بيا، ده ثانيا. واستمع واتبعه لان هو الهي وامرني ان انا اعبده. هو اللي خلقني، هو اللي قال لي وقال لي صريحه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت خلقتك عشان تعبدني، فمن عبادتي دي ان انا اطبق الكلام اللي هو قاله لي. بس ده اولا، وثانيا وثالثا ورابعا ان انا عبد لربنا فطبق اللي انا بقوله له. وحتى يعني لو انت مش مقتنع بكلامي، افتكر كلام جل في علاه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون. واشوفك في فيديو جاي. سلام.